أهلا وسهلا فيكم. عم نشوف تغيرات كتير بالموضة. طيب شو هي الموضة؟ الموضة هي أداة ممكن تغير شكله للإنسان، يعني يصير كأنه متنكر، أو ممكن تخفي شيء معين بجسمنا إحنا ما بنحبه. والأهم ممكن تخلق عندك هوية معينة. بعرف إني عم بحكي عن شوز، بس كمان الشوز ضمن نطاق الموضة، هي شكل الموضة من أشكال التعبير عن ذاتنا. هالأمر متروك لإلنا، يعني كل واحد منا سيدة صبية هي بتقرر كيفية استخدام هالموضة. هلأ ممكن اللي أنا بعتبره إيجابي ناس تلاقيه سلبي، والسلبي يعتبروه إيجابي. هيدا بترجع لذوق الشخص. بما إني شخصياً أنا عم بشتغل على أناقة الأشخاص، رح فسر الفرق بين الحداثة وبين البدعة، والخيار بيرجع لإلكن، شاب أم صبية أم سيدة. البدعة هي بتجي وبتروح بلحظة، هيدي البدعة. الحداثة إنك تكون على الموضة بس مع نظرة مستقبلية. يعني أنا هالقطعة اللي اشتريتها رح ألبسها مثلاً 5 سنين لقدام، رح غيرها بأشياء هيك صغيرة، فولار، بسكربيني، بجزدان، بزنار، أم رح أوقف واشتري بدع وأوقف قدام خزانتي وأقول أنا ما عندي شي لألبس. ليه؟ البدعة بتروح 2-3 وبتختفي. السيدة الأنيقة هي الصبية اللي مش ضروري تكون جميلة، بس عندها شي مميز عن غيرها. شو هو هالشي؟ هي الموضة اللي هي بتختارها. الموضة هي أسلوب بخلي السيدة أم الصبية أم الرجل يشعر هو بالرضا، يشعر بالراحة بتيابه، والأهم يكون مقتنع هون بداخله براسه. فينا ما نهتم بالآخرين وما نخشى الجراءة أبداً بالألوان، بالفولارات، بالأكسسوار، بس المهم الكل يحلم يكون مثلنا وما إلها عمر. رح أعطي نصائح قبل ما فرجيكم الصور اللي بتاخد العقل، نصائح سهلة لتكوني عصرية ولا لتكون عصري، لأنه كمان رجال، دون التخلي عن أناقتنا. وما ضروري كل موسم غير خزانتي أم غير كل الشوز تبعي لكون أنا ماشي على الموضة، ولا ألبس ماركات على طول لكون على الموضة. الأمر متروك لعينينا لتحديد اللي بيناسب وبيروح مع عدة قطع من خزانة ملابسنا. مفتاح ستايل هو بصمة، يعني سيجنتشر تبع كل شخص. بدنا نعرف الاتجاه اللي نحن بدنا ناخده. شوفوا، ممكن مع الحياة نغير. بتشوفوا أوقات صبية خصوصاً بعمر المراهقة بتكون كتير ترندي، ومع الوقت شوي شوي حتى أكثر نساء العالم اليوم أيقونات بالموضة قطعوا بفترة كانوا عندهم هالسرعات ويحبوا السرعات، بس مع الوقت الإنسان بيتعلم وبصير عنده أناقة. اختيار الشوز لازم يكون مناسب أول شيء لبنية جسمنا، وأنا بعدكم بحلقة مميزة لبنية جسم كل شخص شو الشوز اللي لازم يختاره. بده يكون لايق مع الاوتفيت كمان تبعنا، مع تيابنا، مناسب انه يريحنا اكيد، ونمط حياتنا كل واحد عنده نمط معين، وبعدين اكيد تلفت النظر. رح نشوف بعض الصور عن الموضة تبع السنة، ونشوف كيف نحن نختار الاشياء اللي بتناسبنا. رح نبلش باول صورة اللي هي إذا بتتذكروا صور ستاتكم، ويعني صور قديمة، بتشوفوا قديه كانت دارجة، إن كان على كعب عالي ولا كان على كعب واطي. هيدي سكربينة رح تكون أكيد موضة كل الصيف، لأنه كتير بتريح، وخصوصاً للسيدة العاملة إن كانت بكعب عالي
أم بكعب واطي. إذا بتلاحظوا تحت في صورة الكعب اللي فايت شوي لجوا، هيدي من الكعوبة اللي كتير بتريح. جربتها وشفت إنه عند ديار عاملين سكربينة كتير حلوة، وصار إلها سنين. هن حتى قبل جوتشي من 10-15 سنة عمل هالكعب وكان كمان كتير مريح. هلأ الصورة الثانية ألوان زاهية بعيدة عن الأناقة، لا صبية ممكن ترندي بتحب تكون على الموضة. ناس بتحب هالستيل تبع الفليب فلوب، بس أنا شخصياً ما بلاقيها أبداً أنيقة كشوز. الصورة اللي بعدها شفت ممثلة ورح أحط لكم صورتها. تشوفوا الماتيريال الجديد، هيدا ماتيريال طالع جديد كمان مثل البلاستيك، بس أبداً أبداً كتير بعيد عن السيدة الأنيقة. ما في شك إنه الألوان زاهية، في موديلات كتير طالعة السنة بعد كمان أقوى من هيك، بس ما بفتكر إنه هالشي رح يكون براتيك ولا بالشتاء ولا بالصيف. رح نوصل لسكربينة اللي هي أول ما تشوفوها رح تشوفوا قديش هي بتريح، بس لاحظوا الماتيريالز الجديد اللي عم بيشتغلوا فيه. هيدا منه الجلد العادي اللي نحن معودين عليه، ولا النبك اللي كمان نحن معودين عليه. في ماتيريال جديدة طالعة إن كان باللبس ولا طالعة على سكربينات، بس برضو بمجرد إنكم تطلعوا بهالسكربينة بتشوفوا إنها سكربينة كلاسيك بتريح، بتروح مع كتير قطع عنا بالخزانة وشيء كتير حلو. كل الألوان، حتى البوتس اللي السيدة لابسته من تحت كتير حلو، وأكيد بدنا يكونوا إجرينا رفاع لنقدر نلبس هيك فورم. الأربعة كتير حلوين. بدنا نغض نظر شوي عن البلات اللي تعتبر أكتر مثل كأنها كالسيت منا سكربينة. هون البوتس اللي كل العالم لبسته، ما ضل في حدا ما لبسه، بس للأسف بيروح لإجرين رفاع، لإجرين مسحوبين فرد سحبة. مش كل الناس فيها تلبس هيك شوز. بعرف إنه بالشتاء انلبس كتير، بس انتو أنا وكلنا شفنا إنه مش رايح لكل بنية الأجسام. برجع بقول بده إجرين رفاع. هوني هيدي الصورة بتذكرنا الصورتين الفوقانية اللي شفناهن، بس لازم نعرف إنه دارج لون الزهر ودارج لون الأخضر. هيك بدكم تشوفوا الموضة، مش دايما بنلحق بس الموديل، هني بنشوف شو المصمم حابب يقلنا، شو اللون اللي حابب يقلنا عليه، شو الماتيريالز القماشة الجديدة اللي هني عاملينها. مشان هيك لازم نعرف نقرأ نحن الموضة. يعني هيدي الصورة 3 موديلات بترككن انتو الحكي لإلكن. ما في شي بينحكى عنا. ما بعرف، انتو قولولي بالتعليقات تبعكن. هوني رح تشوفوا انه البلاستيك كتير السنة دارج، وشفنا قديه ناس لبست هالبلاستيك حتى باشياء شوي كلاسيك. هلا أنا شخصياً ما بحبه، بس ولا بلاقيه أنيق، ولا بلاقي إنه ماكسيموم هيدا الموديل ماكسيموم جنب البيسين مش أكتر، يعني بالمي. بس أكتر من هيك أنا ما بلاقي إنه هالشي رح يكون لإنسانة هيك أنيقة رائق. ما بعرف، يعني شخصياً أبداً أنا كل شي إله دخل ب ترند القوية اللي بتقطع بشهر وشهرين وهيك أنا شخصياً ما بحبها. هون هالنقطة بالذات الشبك هو السنة كان كتير دارج، وحتى شفنا كتير ممثلات لابسين اشياء ما بعرف إذا في يقول لابسين، لأنه هيدا مثل التعري، لأنه بيبقى شفاف بشكل إنه السيدة مبين مثل كأنه مش لابسة شيء. انتم بتعرفوا انه هيدي اكيد مش للسيدة الانيقة، هيدي لسيدة على البوديوم ام حابة تلفت الانظار، مش اكتر من هيك. بنوصل على البوتس اللي هو لغاية اخر فخذ للسيدة.
هيدا أكيد للممثلات، اللي بيرقصوا، اللي بيعملوا شو على التلفزيون، على التلفزيونات بالليل، يعني أكيد مش إشياء رح تنلبس معنا بالنهار. خلينا نروح للإشياء سبار اللي هي دارجة السنة كتير، وقال لي فورمتها نحن أبداً منا معودين عليها، بس مثل ما قلت لكم هيدي الحلقة وهالموضة صارت سريعة بشكل إنه بينزل وبأسعار أوقات كتير غالية. بدنا نعرف إنه حرام نشتري قطعة مش قادرين نلبسها لسنين طويلة. خلينا نروح للأشياء سبار اللي كتير دارجة، وأخذت لكم إياهم صور دغري من باريس، بعدهم منزلينهم هلأ. ما بعرف، ما بفتكر إنه اشياء معمولة بماركات عالمية، اشياء كتير غالية وكتير على الموضة، بس برجع بقول قديه هالموديل رح يضل، وقديه بيروح لأي فورمة جسم. يعني أنا جربت شخصه على مطلق أي فورم، لقيته كتير كبير، ما عاد حسيته إنسان يعني عم بيمشي، لأنه مثل كأنه الإجر عم تمشي هي لحالها والإنسان جاي وراها. ما بعرف، هيدا بيرجع للأشخاص، بس أكيد مش للسيدة الأنيقة. رح تحكي عن هالصندال اللي نحن شفناه، اللي قلنا عنه بلاستيك وخرج البحر. هون عاملينه على جلد، معمول بلاتفورم. شفت ناس عم بتقيسه، وشفت صبية زغطورة عم بتقيسه وكتير ريح لها، لابسة شورت، لابسته بشكل حلو، شفتها قدامي حلوة ما بها شيء، بس أكيد ما كان بقدر أخذ الصورة لأنه كانت صبية أنا ما بعرفها، بس حسب فورمة الجسم ممكن ينلبس. برجع بقول هيدا الموديل هلأ رح تشوفوه كمان حكينا عنه اوريدي. هون بنرجع للموديلات اللي كتير دارجة السنة واللي هي كاريمون بلاستيك. شخصيا برجع بقلكن ما بحبها ومنا أنيقة أكيد. في أحكي شوي عن الأشياء اللي ممكن تلبسوها كمان بلاتفورم، بس اشياء حلوه وجميله وبتريح. رح نحكي عن توتس اللي هو اصلا بيريح وبيمشي معنا لعده سنوات، ما بتروح موته. شو مغير فيه؟ حطت له الاشياء المبرومه من تحت، مثل كأنكم ماشيين على سفنج، كتير حلو كتير مريح. في كمان كليرجوري عامل بلاتفورم كمان كتير حلوين. دونك مش ضروري نحن نفوت بالاشياء اللي كتير ترندي واللي رح نرميها، الا اذا واحد حابب يكون هيك فترة من الوقت ومش حابب الأناقة، حابب يكون ترندي. في كتير، وهيدا خيار بالحياة. اللي بدي أقوله إنه الشوز هي أساس بكل أوتفيت. السيدة تبدأ أناقتها بالشوز تبعها وبجزدانها. بقدر أختم وأقول الملابس اللي نحن بنلبسها هي بتعكس صورة عن ذاتنا. بشكركم ومنضل على تواصل.